يا مرشد، انا مش عارف اوفر فلوس والدنيا معايا ملخبطه على الاخر. تعالى يا صديقي اقول لك على كام نقطه كده ممكن يساعدوك ان انت تنظم الامور الماليه بتاعتك. اول حاجه لازم تراجع مصروفاتك، ولازم يبقى عندك بالانس شيت، لازم يبقى عندك ميزانيه تبقى عارف منها ايه اللي بيدخل لك وبتصرف فلوسك في ايه. وده طبعا هياخدنا للنقطه الثانيه، ان انا لازم اتخلص من اي مصروفات غير ضروريه. رقم 3، الاجانب بيطبقوها كتير جدا، حاجه اسمها سمارت باينج او المشتريات الذكيه. من الاخر كده دور على العروض والخصومات والتخفيضات في الاماكن اللي انت بتشتري منها، وعلى فكره ده مش عيب. النقطه اللي بعد كده ان انت تتخلص تماما من اي اشتراكات غير ضروريه بالنسبه لك. باكج موبايل فيها حاجات انت ما بتستخدمهاش، اشتراكات بقى نتفليكس وشاهد والحاجات اللطيفة دي، لو في حاجة ما بتستخدمهاش اخلص منها. النقطة اللي بعد كده